السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ معكم الشيفة أم فهد الدليمية. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة، نفس الطريقة اللي سويتها قبل كم يوم. فبالتحميل طلعت تصوير مو زين، فأنا رجعت لكم اليوم بهاي الوصفة. عندي هاي الدجاجة، عندي بطاطا، عندي هذا الكرفس. هذا الكرفس أنا عندي جامد بالمجمدة عادي ما يخرب. عندي هذا المعجون، عندي هاي الطماطة، وعندي بصل، وعندي ثوم، هاي الليمونة، عندي هاي البهارات، كزبرة وكمون وكاري، وهذا الملح. هسه أنا هاي الدجاجة فتحتها قبل التصوير لأن لازم تكون سكينة شوية رفيعة. هاي أنا فتحتها كلها، يعني هاي اللحم لازم بالنص، نص جوا تخليه او نص الطبقة اللي فوق، حتى من تحشيل التحشاية تخليها ما تتمزق الجلد. هاي كلها حتى الفخاد هاي مالتها كلها اني مسويتها، شوفوا يعني تدخل السكينة كلها الاخير. وهسه راح احمض لكم اياها واخليها ملح. لا تحطوا لها لا مندوزي، اكثر شي حطوا لها ليمون، لان الليمون كلش طعمه طيب، تعطي حموضة اكثر. وهاي ملح، خلوها فد نص ساعة. بعد النص ساعة شوي تتخمر بالملح والحموضة مالتها. ولا تخلوا لها اي بهارات على الدجاجة اللي فوق قبل لا تحشوها ابدا، لا تخلوا لها، لان يخرب منظرها او طعمها يخرب، لان انت حاطة بهارات قليلة ويا الحشوة مالتها. هو الثوم راح يغلب على كل شيء. وهسه فد نص ساعة ان شاء الله وارجع لكم بالحشوة مالتها. وهسه راح ابدي بالخلط مال الخضار. هاي البطاطا وهاي الكرفس، لازم تخلون الكرفس زايد، يعني اذا الكرفس زايد يعني احسن. هذا البصل، هاي الطماطة، هذا الثوم، هاي البهارات والملح، هاي المعجون. شوف ايش قد معجون، كلش قليل، نص خاشوقة اكل. بدل لا مندوزي لا تخلون، خلوه هاي عصرة ليمونة، تخلون دبس رمان وياه، راح يطلع الطعم خرافي بصراحة. وهاي خلطتها كامل الخلطة مالتها. وهسه راح ابدي بالتحشاي مالتها. شوفوا شلون هاي منها، يعني لا تخافون، لان هي يعني تقولون انه ما تستوي او فد شيء، لا هي راح تستوي، لان انا راح اسلفنها واخليها بالفرين. من تسلفن وتصير بالفرين، هي المي مال الخضار راح كلها ينزل يهضل على الدجاجة او راح يستويها. وهاي خلصتها الدجاجة. بعد ما اخلصها ادهنها بالزيت، حتى شنو ما تلزق عليها السيليفون، لان السيليفون اذا مو مدهونة تلزق وتخرب منظرها للدجاجة. دائما من تكملوها ادهنوها بالزيت حتى ما تلزق، ما يأثر اي شيء. وهاي الدجاجة بناء عن طلب واحدة من الخوات من البصرة اسمها إيمان العامري، وتدلل حبيبتي إيمان، وأني حاضرة إن شاء الله. شو تريدين أني أطبخ لك وبالتفصيل حبايبي. وهاي سلفنتها للدجاجة وراح أخليها بالفرين. ومنتي تسلفونون الدجاجة، لأن أكو السيليفون جهة لون السيليفون يلمع وجهة لونه معتم. لا تخلون اللون اللي يلمع من فوق، لان اللون اللي يلمع من فوق لازم تخلوه من جوا، والمعتم من فوق حتى ما تنزل من عنده مادة على الدجاج او على اي مشويات. شوفوا حبايبي شلون يعني هي نزل ميها، شوفوا نزل المي من الخضار. هسه انا حمرتها وراح ارجعها بالفرين فد شوية
ان شاء الله بس تكمل اراويكم اياها اخر مقطع. وهاي الدجاجة كملت حبايبي، شوفوا شلون طلعت مشقرة، يعني شكل وطعم ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. حبايبي لا تنسون من الاشتراك والاعجاب، وان شاء الله اجيكم بطبخات جديدة، واللي يريد طبخة بباله يكتبها بالتعليق، وان شاء الله اني اسوي له اياه. سهمكم العافية حبايبي.